كشفت تقارير صحفية الموقف القانوني للمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب من المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية حال الانتقال إلى صفوفه. وأكدت تقارير أن حمد الله سينتقل إلى الهلال قادما من الشباب على سبيل الإعارة خلال فترة كأس العالم للأندية، على أن يخوض مع الفريق تدريبات الليلة. وقالت صحيفة الرياضية نقلا عن خبير قانوني إن الهلال يستطيع تسجيل حمد الله في المونديال بشرط وحيد، وهو تقديم موعد فترة الانتقالات الصيفية المقررة من الاتحاد السعودي لكرة القدم. وكان الاتحاد السعودي قد حدد يوم 20 من يوليو تموز الجاري موعدا لفتح نافذة الانتقالات الصيفية، على أن تنتهي يوم 10 من سبتمبر أيلول المقبل. من أجل ذلك خاطب الهلال الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تقديم فترة الانتقالات الصيفية حتى يتمكن من قيد حمد الله، بالإضافة إلى مدافع آخر من الدوري السعودي في قائمته بالمونديال. واستجاب الاتحاد السعودي لكرة القدم لطلب الزعيم، حيث كشف مواعيد جديدة لقيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال الاتحاد إنه بالتنسيق مع رابطة الدوري السعودي اعتمد مواعيد جديدة لفترتي التسجيل خلال الموسم الحالي 2025 إلى 2026. وتم تقديم موعد فتح نافذة الانتقالات الصيفية إلى غد الخميس الموافق 3 من يوليو تموز، على أن تنتهي يوم 10 من سبتمبر أيلول المقبل.